للحديث مشاهدينا عن المنطقة العازلة بين موريتانيا والمغرب، يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد الرحيم منار السليمي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي. مساء الخير دكتور. أهلا جوهر. شغلنا كثيرا هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، ما الذي يجري بالضبط وما هو سبب التوتر؟ أولا هذا الموضوع كان موضوع تداول طيلة تقريبا هذه الأسابيع، سواء في الصحافة المغربية أو في الصحافة الموريتانية. هذه المنطقة عرفت التوتر الذي كان مرتبط بمسألة الطريق البري والنقاشات التي أثيرت بينه حتى وصلت إلى الأمم المتحدة. الكل يعرف هذه المسألة. الأمم المتحدة لم يكن لها موقف لأن الأمر يتعلق بطريق بري مدني. المغرب في منطقة قندهار قام بعملية تطهير لأن المعلومات كانت تقول بأن هناك جماعات إرهابية موجودة في هذه المنطقة، وفي نفس الوقت كانت هناك بدأت أول محاولة صناعة ما يسمى بمسألة الأسلحة، بمعنى كل هذه العناصر، تجارة الأسلحة، المخدرات، الإرهاب، كل هذه المسألة. تدخل المغرب، قام بعملية التطهير في هذه المنطقة، ولكن المستجدات التي وقعت خلال الأسابيع الماضية هي خطيرة جدا وتشير بالاتهام إلى موريتانيا التي ظلت طيلة سنوات تقول بأنها محايدة، تبين بأنها غير محايدة. موريتانيا سمحت لزعيم البوليزاريو إبراهيم غالي وبعض العناصر بالتسرب من داخل الأراضي الموريتانية إلى المحيط، بمعنى على المحيط الأطلسي. وقد لاحظنا الصور التي نشرها إما مواقع البوليزاريو أو نشرتها حتى الصحف الموريتانية. هذا يعتبر عمل خطير، وهنا أطرحه من وجهة نظر القانون الدولي. لماذا؟ لأن موريتانيا هنا هددت سلامة الأراضي الترابية للمغرب، وهذه بمعنى خرقت مقتضيات المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. قامت بعمل أيضا يهدد اتفاقية وقف إطلاق النار. أكثر من ذلك، بدأ هناك بعض النقاش. مثلا الكل يعرف بأنه معروف تاريخيا هناك نواديبو الموريتانية والقويرة المغربية. بدأت وسائل الإعلام وحتى بعض التصريحات الرسمية الموريتانية هي تقدم مجموعة من المغالطات، بمعنى أنها ترفع ما يمكن أن نسميه بدرجة التوتر في المنطقة. الكل يعرف بأن القويرة مغربية لها رئيس، هناك رئيس المجلس الجماعي للقويرة، وهناك أزيد من 270 شخص مسجل انتخابيا في هذه المنطقة. موريتانيا نظرا للعلاقات التي لم تصل إلى درجة التوتر اليوم، واضح بأن موريتانيا ترفع سقف التوتر. وهناك لماذا تبدو موريتانيا تعاكس المغرب؟ هل لها أجندة جديدة؟ هل لها حلفاء جدد؟ يبدو بأن الرئيس الموريتاني اليوم، نقولها بوضوح، ينفذ المخطط الجزائري. الجزائر اليوم تنفذ مخطط في هذه المنطقة عن طريق الرئيس الموريتاني. هنا مقابل ماذا؟ ما الذي تدفعه الجزائر؟ مقابل أن الرئيس الموريتاني هو يبحث، معنا قام بتحالفات خطيرة في هذه المنطقة. أول تحالف وقد جاء بالوثائق، كان له تحالف مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مع فرع المرابطين مختار بالمختار. كانت هناك ضمانات، هذه نشرت الوثائق، نشرت هذه المسألة لكي لا تكون هناك ضربات، وهذه أشرت حتى في مجموعة من التقارير بما فيها تقارير ناتجة عن القوى الغربية. هو يغير التحالفات، ويمكن أن نلاحظ مثلا على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. هو يحس يريد، هو يقوم في البداية، كان يقوم يمكن أن نسميه بأنها عبارة عن عملية يحاول أن يستفز المغرب. اليوم يبدو بأنه سقط في الفخ الجزائري. لماذا؟ لأنه دخلت البوليزاريو على الخط وبات يقوم بأعمال هي يمكن تدخل في إطار العدوان، وبات في موقع خطر. اليوم لا يمكن أن، بمعنى صعب عليه أن يتراجع، لأنه يعرف جيدا بأن المخابرات الجزائرية قد تقوم بعملية تصفيته. هذا واضح جدا، هذا التخوف لديه. وهناك اليوم موقع آخر لديه العديد من المشاكل الداخلية. إذا تورط سقط في المخطط وتورط. بل هناك بعض المعلومات اليوم تقول بأن الجزائر هي بدأت تريد تسريب مجموعة من الصحراويين ذوي الأصول الموريتانية،
وتسكنهم شمال موريتانيا. وهذا يطرح سؤال بمعنى أنه يخدمه على المستوى تغيير بنية ديموغرافية، وقد بدأ في عملية جنيس منذ سنوات، يخدمه على مستوى الصراعات الداخلية، ولكن هناك أطراف أخرى داخل موريتانيا ترفض هذه العملية، منها مثلا حركات اليوم، منها حركات السود الأفارقة الموريتانيين، وأيضا حركات الزنوج. هذا إشكال مرتبط، معنى أنه يحاول أن يوظف متغيرات إقليمية ويغير توازنات الدولة، بمعنى دولة كانت دائما بمعنى أنها حليف استراتيجي للمغرب نظرا لترابط جغرافي، ترابط تاريخي، ترابط حضاري. هو يحاول أن يغيرها، ولكن يبدو بأنه يسقط تدريجيا، أو لنقل بأنه سقط في فخ جزائري، ويبدو بأنه قد يقود معارك، بمعنى أن نتحدث هنا عن صراعات دبلوماسية يقودها سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو داخل يقود صراعات ضد المغرب. ما أجندة موريتانيا؟ على ماذا تنبني سياستها الخارجية، وإن كان رئيسها يهدم فقط لمصالح الشخصية، أما من حكماء داخل موريتانيا يحمون البلاد؟ موريتانيا لكي نفهم جيدا ما وقع نعود ونقرأ مرحلة المختار والدادة. هناك اتفاقية وقعت في 3 ماي سنة 1977، الدفاع المشترك بين المغرب وموريتانيا، ومختار والدادة الذي حكم موريتانيا لسنوات طويلة، والمغرب كان دائما يساعد عسكريا موريتانيا. هناك هذا الدفاع المشترك. اليوم الرئيس يغير التوازنات لأنه غير قادر على قراءة ما يجري على مستوى الخارطة الإقليمية. وقد لاحظنا مثلا هناك معارضات، معنى أن هناك اليوم داخل موريتانيا هناك العديد من الأصوات لا تقبل بالعمل الذي يقوم به الرئيس، لأنه من صعب جدا على دولة لها حليف استراتيجي منذ سنوات أن تغير بهذه السرعة. طيب هذا الرئيس يقول أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هل سياسة موريتانيا ستتغير بذهاب الجيل؟ أولا المؤشرات تبين بأن ما يقوم به هو مقبل، قد يرتكب خطأ لأنه ولايته ستنتهي، ولكن الكل يعرف ماذا يجري في موريتانيا. قد يرتكب خطأ ويغير الدستور ويعود إلى درجة اليوم الحوار بين الأطراف الموريتانية لا زال لم يعطي نتائج. هناك قلق موريتاني داخلي ومشاكل بدأت تبرز. موريتانيا فيها مشكل في الجنوب، فيها مشكل في الشرق، مفتوحة على هذه التنظيمات الإرهابية التي قلت من قد الأخطاء التي يرتكبها قد توصل تنظيم مختار بالمختار قد توصله إلى المحيط الأطلسي، وقد يرتكب أعمال إرهابية ضد بعض السفن. هذه كلها مخاطر يبدو أن الرئيس الموريتاني لا يحسبها جيدا. أمامه المغرب سياسة إفريقية، يتجه إلى إفريقيا، هناك نجاحات في غرب إفريقيا، ويحس بأنه في عزلة، لهذا هو يقوم بعملية تحالف عسكري مع الجزائر. وهناك من يتحدث اليوم على أن هذا التحالف العسكري أنظمة عسكرية. هناك مؤشرات لعملية تحالف بين الرئيس الموريتاني، العسكريين في الجزائر والعسكريين في مصر. هذا الشريط، بمعنى هناك بعض المعلومات التي تسير في هذا ما دور الدبلوماسية المغربية في هذه الحالة؟ الدبلوماسية، أعتقد بأن الدبلوماسية المغربية لا زال الكل يلاحظ بأن هناك هدوء، ولكن في نفس الوقت على المستوى العسكري المغرب يعطيه ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 حق الدفاع الشرعي عن النفس. بمعنى العملية التي مثلا عملية التطهير التي قام بها المغرب في منطقة قندهار، فهي تدخل في إطار الدفاع الشرعي عن النفس. إذا كان هناك خطر حال أو هناك استشعار بخطر يمكن القيام بهذه العملية. الدبلوماسية المغربية هادئة وتراقب ما يجري، تراقب الأخطاء التي تصدر من موريتانيا، ويمكن أن نعود إلى ما ينشره الإعلام الذي موالي للرئيس. هنا أميز بين الشعب الموريتاني وبين النظام الذي يحكم موريتانيا. يقود موريتانيا في مغامرة يبدو كما قلت بأن مخطط جزائري جعل موريتانيا تخرج إلى الواجهة. وهناك البوليزاريو، ونسي الرئيس الموريتاني أن البوليزاريو قام بعملية عسكرية كبيرة داخل نواكشوط، على حدود نواكشوط. هذه معروفة تاريخيا المعارك التي كانت، ويبدو بأن البوليزاريو يستغل هذا المسلك، وسيخلق مشكل داخل موريتانيا وليس مشكل في هذه المنطقة العازلة، لأن المنطقة العازلة هناك قانون دولي ينظمها، هناك اتفاقية تنظمها، وقد يكون هناك مشكل في نواديبو ولن يكون المشكل في القويرة. طيب كيف سيتطور الوضع في هذه المنطقة العازلة؟ هناك سيناريوهات أن البوليزاريو، الكل يعرف بأن هذه الحركة هي تعيش مشاكل، منها المشاكل التي يعيشها
إبراهيم غالي نفسه الذي هو مطلوب أمام المحاكم، وقد جددت المحاكم طلب وطلبت إلقاء القبض عليه، قد يقود مغامرة عسكرية. هذا سيناريو، بمعنى أن سيناريو الحرب هو موجود. هذه لهجة تصعيدية نوعا ما، لهجة تصعيدية، لأنه منذ تقريبا من يراقب المؤشرات أن كل هذه المؤشرات أن البوليزاريو يهدد، بمعنى من تصريحاته يهدد، وهو تدخل في أطر أعمال عدوان وتشارك موريتانيا في هذا الاتجاه. إذن سيناريو الحرب قد يكون هذا وارد. هناك سيناريو ثاني هو أن يستدرك النظام الموريتاني هذه الأخطاء ويتراجع، يعود إلى مرحلة الحياد. إذن هناك سيناريوهين قادمين، وهناك تطورات ربما قادمة. نفتح قوس هنا لنسأل سؤالا يبدو لي جوهريا: من يحكم موريتانيا اليوم؟ هل الرئيس وحده؟ موريتانيا هناك صراع في موريتانيا، صراع كبير جدا في موريتانيا، هناك معارضة كبيرة جدا، هناك معارضة في الخارج موجودة حتى داخل أوروبا. هناك حركات اليوم هي تطالب، لأول مرة تخرج حركات منها مثلا حركة أفلام، بمعنى أن حركات هي تخرج، وفي نفس الوقت هناك معارضة كما قلت داخلية وخارجية. هناك شخصيات داخل المؤسسة العسكرية غير راضية على النهج الذي يسير فيه الرئيس. ثم هناك نخب موريتانية تراقب، بمعنى من الصعب جدا، لم يحدث في تاريخ العلاقات الدولية أن دولة تغير، بمعنى أن تغير إيقاعها بهذه السرعة، وقد بنت كل التوازنات على العلاقات مع آخر عرقلة، وهي ما يجري اليوم مثلا على الطريق البري الذي تحدث عنه، وهو بدأت العرقلة، وبما موريتانيا تقطع شرايين حتى اقتصادها الداخلي الذي هو مبني على الاقتصاد المغربي. طيب، للمغرب اليوم حلفاء أقوياء جدا في إفريقيا، هل سيكون لهم دور في ربما نزع فتيل هذا التوتر؟ أولا المغرب له حلفاء في غرب إفريقيا، نعم. وهناك السنغال واضح جدا، وحتى موريتانيا بدأت تخلق مشاكل مع السنغال. الكل يعرف بأن الوضع بينهما كان قد وصل إلى توتر في أحد المراحل. هناك دول أخرى في غرب إفريقيا، وهناك اليوم دول شرق إفريقيا، ثم العودة إلى الاتحاد الإفريقي. هذه العناصر كلها تجعل من موريتانيا معزولة، بمعنى أن المغامرات التي تقودها موريتانيا ليس لها عمق استراتيجي أو قراءة استراتيجية بما هو قادم، بمعنى لا توجد هذه القراءة. ثم لا ننسى بأن هذا الشريط، هذه المنطقة العازلة والطريق البري الذي هو محمي بمقتضى قواعد القانون الدولي. ليس هناك دولة يمكن أن تقوم بعملية قطعية. أكثر من ذلك، فكرة إيجاد كيان في هذه المنطقة هي فكرة بمعنى مستحيلة. لماذا؟ لأن هذا الكيان سوف يخلق الآن مشاكل في شمال موريتانيا قبل أن يخلقها للمغرب. إذن هناك مغامرة تقود موريتانيا، ولكن أقول بأن سقطت في المخطط الجزائري. الجزائر اليوم هي توظف ورقة موريتانيا، ويبدو بأن الرئيس لم يقرأها استراتيجيا، وأتوقع بأن البوليزاريو سيخلق مشاكل داخل موريتانيا مع الموريتانيين. كيف يبدو لك مستقبل العلاقات المغربية الموريتانية؟ دراسة استشفاء. أعتقد بأن المستقبل، الرئيس معنا خطوط التراجع اليوم، خطوط التراجع تبدو لأنه انزلق كثيرا حتى في تصريحاته أو حتى في الإشارات التي يقدمها، وفي شكل العلاقات الدبلوماسية التي بناها مع المغرب. أعتقد بأنه يمكن أن نترقب نوع من التوتر أكثر، بمعنى نوع من التوتر، ولكن يبدو بأن هناك إلى أين يمكن أن يصل هذا التوتر؟ التوتر هنا ستحاول، بمعنى أن الجزائر وراء هذا المخطط توظف موريتانيا، والبوليزاريو هو ينزلق بموريتانيا. التوتر قد يكون في هذه المنطقة، وقد يكون على مستوى، قد يكون على مستوى نواديبو الموريتانية والقويرة المغربية. الخطأ الذي ارتكبت موريتانيا لما سمحت لزعيم البوليزاريو بأن يتسرب عبر ترابها ويصل إلى المحيط الأطلسي، هذا يدخل ضمن أعمال المس بسلامة الترابية لدولة معينة، دولة اللي هي المغرب. طيب، حجم المخاطر كبير في هذه المنطقة، ما أهمية أن تتكاثف الجهود لحمايتها من أي تطور طارئ؟ ربما التخوف والذي تقوله المعلومات الأمنية أن مختار بالمختار يعيد بناء تنظيمه مع من؟ مع هشام العشماوي، وهو مصري كان موجود إلى حدود قريبة في الأراضي الليبية. إعادة البناء خليط من القاعدة وتنظيم داعش. الخطورة
وهي أن يصل إلى هذه المنطقة هذا التنظيم الجديد، لأنه يهدد موريتانيا وأيضا يهدد المغرب على حدوده، وتتحمل مسؤوليته موريتانيا بالدرجة الأولى. وسينزلق الأمر لأن التوافق الذي ظل قائما بين المختار بالمختار وبين النظام الحاكم في موريتانيا هو توافق يمكن أن نقول بأنه بدأت تراقبه الدول الكبرى. لا ننسى بأن هناك قاعدة أمريكية موجودة تراقب الوضع، وفي قاعدة أفريكوم الموجودة فوق الأراضي السنغالية. ثم أكثر من ذلك هناك انزلاق في الجنوب الليبي، هناك انزلاق في الجنوب الجزائري، مشكل في شمال مالي. كل هذه الأمور قد تقود بانزلاق داخل موريتانيا، وهناك سيناريو قد يكون قادم وهو أن تتحول موريتانيا إلى دولة فاشلة، وهذا خطير على الموريتانيين. إذن نحتاج في هذه اللحظة إلى قراءة استراتيجية للمخاطر القادمة. الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم بخير. القيام بهذه العملية. الدبلوماسية المغربية هادئة وتراقب ما يجري، تراقب الأخطاء التي تصدر من موريتانيا، ويمكن أن نعود إلى ما ينشره الإعلام الذي موالي للرئيس. هنا أميز بين الشعب الموريتاني وبين النظام الذي يحكم موريتانيا، يقود موريتانيا في مغامرة يبدو كما قلت بأن مخطط جزائري جعل موريتانيا تخرج إلى الواجهة. وهناك البوليزاريو، ونسي الرئيس الموريتاني أن البوليزاريو قام بعمليات عسكرية كبيرة داخل نواكشوط على حدود نواكشوط. هذه معروفة تاريخيا المعارك التي كانت، ويبدو بأن البوليزاريو يستغل هذا المسلك وسيخلق مشكل داخل موريتانيا وليس مشكل في هذه المنطقة العازلة، لأن المنطقة العازلة هناك قانون دولي ينظمها، هناك اتفاقية تنظمها، وقد يكون هناك مشكل في نواديبو ولن يكون المشكل في القويرة. طيب كيف سيتطور الوضع في هذه المنطقة العازلة؟ هناك سيناريوهات أن البوليزاريو الكل يعرف بأن هذه الحركة هي تعيش مشاكل، منها المشاكل التي يعيشها إبراهيم غالي نفسه الذي هو مطلوب أمام المحاكم، وقد جددت المحاكم وطلبت إلقاء القبض عليه. قد يقود مغامرة عسكرية. هذا سيناريو، بمعنى أن سيناريو الحرب هو موجود. هذه لهجة تصعيدية نوعا ما، لهجة تصعيدية، لأنه منذ تقريبا من يراقب المؤشرات أن كل هذه المؤشرات أن البوليزاريو يهدد، بمعنى من تصريحاته يهدد، وهو تدخل في أطر أعمال عدوان وتشارك موريتانيا في هذا الاتجاه. إذن سيناريو الحرب قد يكون هذا وارد. هناك سيناريو ثاني هو أن يستدرك النظام الموريتاني هذه الأخطاء ويتراجع، يعود إلى مرحلة الحياد. إذن هناك سيناريوهين قادمين، وهناك تطورات ربما قادمة. نفتح قوس هنا لنسأل سؤالا يبدو لي جوهريا: من يحكم موريتانيا اليوم؟ هل الرئيس وحده؟ موريتانيا هناك صراع في موريتانيا، صراع كبير جدا في موريتانيا، هناك معارضة كبيرة جدا، هناك معارضة في الخارج موجودة حتى داخل أوروبا. هناك حركات اليوم هي تطالب، لأول مرة تخرج حركات منها مثلا حركة أفلام، بمعنى أن حركات هي تخرج، وفي نفس الوقت هناك معارضات كما قلت داخلية وخارجية. هناك شخصيات داخل المؤسسة العسكرية غير راضية على النهج الذي يسير فيه الرئيس. ثم هناك نخب موريتانية تراقب، بمعنى من الصعب جدا، لم يحدث في تاريخ العلاقات الدولية أن دولة تغير، بمعنى أن تغير إيقاعها بهذه السرعة، وقد بنت كل التوازنات على العلاقات مع آخر عرقلة، وهي ما يجري اليوم مثلا على الطريق البري الذي تحدث عنه، وهو بدأت العرقلة وبين موريتانيا تقطع شرايين حتى اقتصادها الداخلي الذي هو مبني على الاقتصاد المغربي. طيب، شخص مسجل انتخابيا في هذه المنطقة. موريتانيا نظرا للعلاقات التي لم تصل إلى درجة التوتر اليوم، واضح بأن موريتانيا ترفع سقف التوتر. وهناك لماذا تبدو موريتانيا تعاكس المغرب؟ هل لها أجندة جديدة؟ هل لها حلفاء جدد؟ يبدو بأن الرئيس الموريتاني اليوم، نقولها بوضوح، ينفذ المخطط الجزائري. الجزائر اليوم تنفذ مخطط في هذه المنطقة عن طريق الرئيس الموريتاني. هنا مقابل ماذا؟ ما الذي تدفعه الجزائر؟ مقابل أن الرئيس الموريتاني هو يبحث، معنا قام بتحالفات خطيرة في هذه المنطقة. أول تحالف وقد جاء بالوثائق، كان له تحالف مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مع فرع المرابطين مختار بالمختار. كانت هناك ضمانات، هذه نشرت الوثائق، نشرت هذه المسألة لكي لا تكون هناك ضربات، وهذه أشرت حتى في مجموعة من التقارير بما فيها تقارير ناتجة عن القوى الغربية.
المغربية هو يغير التحالفات، ويمكن أن نلاحظ مثلا على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. هو ماذا يريد؟ هو يقوم في البداية، كان يقوم يمكن أن نسميه بأنها عبارة عن عملية يحاول أن يستفز المغرب. اليوم يبدو بأنه سقط في الفخ الجزائري. لماذا؟ لأنه دخلت البوليزاريو على الخط وبات يقوم بأعمال هي يمكن تدخل في إطار العدوان، وبات في موقع خطر. اليوم لا يمكن أن، بمعنى صعب عليه أن يتراجع، لأنه يعرف جيدا بأن المخابرات الجزائرية قد تقوم بعملية تصفيته. هذا واضح جدا، هذا التخوف لديه. وهناك اليوم موقع آخر لديه العديد من المشاكل الداخلية. إذا تورط سقط في المخطط وتورط. بل هناك بعض المعلومات اليوم تقول بأن الجزائر هي بدأت تريد تسريب مجموعة من الصحراويين ذوي الأصول الموريتانية وتسكنهم شمال موريتانيا. وهذا يطرح سؤال، بمعنى أنه يخدمه على المستوى تغيير بنية ديموغرافية، وقد بدأ في عملية جنيس منذ سنوات، يخدمه على مستوى الصراعات الداخلية. ولكن هناك أطراف أخرى داخل موريتانيا ترفض هذه العملية، منها مثلا حركات اليوم، منها حركات السود الأفارقة الموريتانيين، وأيضا حركات الزنوج. هذا إشكال مرتبط، معنى أنه يحاول أن يوظف متغيرات إقليمية ويغير توازنات الدولة، بمعنى دولة كانت دائما بمعنى أنها حليف استراتيجي للمغرب نظرا لترابط جغرافي، ترابط تاريخي، ترابط حضاري. هو يحاول أن يغيرها، ولكن يبدو بأنه يسقط تدريجيا، أو لنقل بأنه سقط في فخ جزائري، ويبدو بأنه قد يقود معارك، بمعنى أن نتحدث هنا عن صراعات دبلوماسية يقودها سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو داخل يقود صراع. المغرب اليوم حلفاء أقوياء جدا في إفريقيا، هل سيكون لهم دور في ربما نزع فتيل هذا التوتر؟ أولا المغرب له حلفاء في غرب إفريقيا، نعم. وهناك السنغال واضح جدا، وحتى موريتانيا بدأت تخلق مشاكل مع السنغال. الكل يعرف بأن الوضع بينهما كان قد وصل إلى توتر في أحد المراحل. هناك دول أخرى في غرب إفريقيا، وهناك اليوم دول شرق إفريقيا، ثم العودة إلى الاتحاد الإفريقي. هذه العناصر كلها تجعل من موريتانيا معزولة، بمعنى أن المغامرات التي تقودها موريتانيا ليس لها عمق استراتيجي أو قراءة استراتيجية بما هو قادم، بمعنى لا توجد هذه القراءة. ثم لا ننسى بأن هذا الشريط، هذه المنطقة العازلة والطريق البري الذي هو محمي بمقتضى قواعد القانون الدولي. ليس هناك دولة يمكن أن تقوم بعملية قطعية. أكثر من ذلك، فكرة إيجاد كيان في هذه المنطقة هي فكرة بمعنى مستحيلة. لماذا؟ لأن هذا الكيان سوف يخلق الآن مشاكل في شمال موريتانيا قبل أن يخلقها للمغرب. إذن هناك مغامرة تقود موريتانيا، ولكن أقول بأن سقطت في المخطط الجزائري. الجزائر اليوم هي توظف ورقة موريتانيا، ويبدو بأن الرئيس لم يقرأها استراتيجيا، وأتوقع بأن البوليزاريو سيخلق مشاكل داخل موريتانيا مع الموريتانيين. كيف يبدو لك مستقبل العلاقات المغربية الموريتانية؟ دراسة استشفاء. أعتقد بأن المستقبل، الرئيس معنا خطوط التراجع اليوم، خطوط التراجع تبدو لأنه انزلق كثيرا حتى في تصريحاته أو حتى في الإشارات التي يقدمها، وفي شكل العلاقات الدبلوماسية التي بناها مع المغرب. أعتقد بأنه يمكن أن نترقب نوع من التوتر أكثر، بمعنى نوع من التوتر، ولكن يبدو بأن هناك إلى أين يمكن أن يصل هذا التوتر؟ التوتر هنا ستحاول، بمعنى أن الجزائر وراء هذا المخطط توظف موريتانيا، والبوليزاريو هو ينزلق بموريتانيا. التوتر قد يكون في هذه المنطقة، وقد يكون على مستوى، قد يكون على مستوى نواديبو الموريتانية والقويرة المغربية. الخطأ الذي ارتكبت موريتانيا لما سمحت لزعيم البوليزاريو بأن يتسرب عبر ترابها ويصل إلى المحيط الأطلسي، هذا يدخل ضمن أعمال المس بسلامة الترابية لدولة معينة، دولة اللي هي المغرب. طيب، حجم المخاطر كبير في هذه المنطقة، ما أهمية أن تتكاثف الجهود لحمايتها من أي تطور طارئ ربما؟ التخوف للحديث مشاهدينا عن المنطقة العازلة بين موريتانيا والمغرب، يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي. مساء الخير دكتور. أهلا جوهر. شغلنا كثيرا هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، ما الذي يجري بالضبط وما هو سبب التوتر؟
أولا هذا الموضوع كان موضوع تداول طيلة تقريبا هذه الأسابيع، سواء في الصحافة المغربية أو في الصحافة الموريتانية. هذه المنطقة عرفت التوتر الذي كان مرتبط بمسألة الطريق البري والنقاشات التي أثيرت بينه حتى وصلت إلى الأمم المتحدة. الكل يعرف هذه المسألة. الأمم المتحدة لم يكن لها موقف لأن الأمر يتعلق بطريق بري مدني. المغرب في منطقة قندهار قام بعملية تطهير لأن المعلومات كانت تقول بأن هناك جماعات إرهابية موجودة في هذه المنطقة، وفي نفس الوقت كانت هناك بدأت أول محاولة صناعة ما يسمى بمسألة الأسلحة، بمعنى كل هذه العناصر، تجارة الأسلحة، المخدرات، الإرهاب، كل هذه المسألة. تدخل المغرب، قام بعملية التطهير في هذه المنطقة، ولكن المستجدات التي وقعت خلال الأسابيع الماضية هي خطيرة جدا وتشير بالاتهام إلى موريتانيا التي ظلت طيلة سنوات تقول بأنها محايدة، تبين بأنها غير محايدة. موريتانيا سمحت لزعيم البوليزاريو إبراهيم غالي وبعض العناصر بالتسرب من داخل الأراضي الموريتانية إلى المحيط، بمعنى على المحيط الأطلسي. وقد لاحظنا الصور التي نشرها إما مواقع البوليزاريو أو نشرتها حتى الصحف الموريتانية. هذا يعتبر عمل خطير، وهنا أطرحه من وجهة نظر القانون الدولي. لماذا؟ لأن موريتانيا هنا هددت سلامة الأراضي الترابية للمغرب، وهذه بمعنى خرقت مقتضيات المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. قامت بعمل أيضا يهدد اتفاقية وقف إطلاق النار. أكثر من ذلك، بدأ هناك بعض النقاش. مثلا الكل يعرف بأنه معروف تاريخيا هناك نواديبو الموريتانية والقويرة المغربية. بدأت وسائل الإعلام وحتى بعض التصريحات الرسمية الموريتانية هي تقدم مجموعة من المغالطات، بمعنى أنها ترفع ما يمكن أن نسميه بدرجة التوتر في المنطقة. الكل يعرف بأن القويرة مغربية، لها رئيس، هناك رئيس المجلس الجماعي للقويرة، وهناك أزيد من 270. طيب، ما أجندة موريتانيا؟ على ماذا تنبني سياستها الخارجية، وإن كان رئيسها يهدم فقط لمصالح الشخصية؟ أما من حكماء داخل موريتانيا يحمون البلاد؟ موريتانيا، لكي نفهم جيدا ما وقع، نعود ونقرأ مرحلة المختار والدادة. هناك اتفاقية وقعت في 3 ماي سنة 1977، الدفاع المشترك بين المغرب وموريتانيا، ومختار والدادة الذي حكم موريتانيا لسنوات طويلة، والمغرب كان دائما يساعد عسكريا موريتانيا. هناك هذا الدفاع المشترك. اليوم الرئيس يغير التوازنات لأنه غير قادر على قراءة ما يجري على مستوى الخارطة الإقليمية. وقد لاحظنا مثلا هناك معارضات، معنى أن هناك اليوم داخل موريتانيا هناك العديد من الأصوات لا تقبل بالعمل الذي يقوم به الرئيس، لأنه من صعب جدا على دولة لها حليف استراتيجي منذ سنوات أن تغير بهذه السرعة. بمعنى طيب، هذا الرئيس يقول أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هل سياسة موريتانيا ستتغير بذهاب الجيش؟ أولا المؤشرات تبين بأن ما يقوم به هو مقبل، قد يرتكب خطأ لأنه ولايته ستنتهي، ولكن الكل يعرف ماذا يجري في موريتانيا. قد يرتكب خطأ ويغير الدستور ويعود إلى درجة اليوم. الحوار بين الأطراف الموريتانية لا زال لم يعطي نتائج. هناك قلق موريتاني داخلي ومشاكل بدأت تبرز. موريتانيا فيها مشكل في الجنوب، فيها مشكل في الشرق، مفتوحة على هذه التنظيمات الإرهابية التي قلت من قد الأخطاء التي يرتكبها قد توصل تنظيم مختار بالمختار، قد توصله إلى المحيط الأطلسي، وقد يرتكب أعمال إرهابية ضد بعض السفن. هذه كلها مخاطر يبدو أن الرئيس الموريتاني لا يحسبها جيدا. أمامه المغرب سياسة إفريقية، يتجه إلى إفريقيا، هناك نجاحات في غرب إفريقيا، ويحس بأنه في عزلة. لهذا هو يقوم بعملية تحالف عسكري مع الجزائر. وهناك من يتحدث اليوم على أن هذا التحالف العسكري أنظمة عسكرية. هناك مؤشرات لعملية تحالف بين الرئيس الموريتاني، العسكريين في الجزائر والعسكريين في مصر. هذا الشريط، بمعنى هناك بعض المعلومات التي تسير في هذا ما دور الدبلوماسية المغربية في هذه الحالة؟ الدبلوماسية، أعتقد بأن الدبلوماسية المغربية لا زال الكل يلاحظ بأن هناك هدوء، ولكن في نفس الوقت على المستوى العسكري المغرب يعطيه ميثاق الأمم المتحدة
نعم. المادة 51 حق الدفاع الشرعي عن النفس، بمعنى العملية التي مثلا عملية تطهير التي قام بها المغرب في منطقة قندهار فهي تدخل في إطار الدفاع الشرعي عن النفس. إذا كان هناك خطر حال أو هناك استشعار بخطر يمكن